دلوقتي بقى هنتعالوا بقى نشوف عملنا الحواوشي ازاي بطريقه سهله وبسيطه قوي، مش محتاج اي حاجه. نص كيلو لحمه مفرومه، وثلاث بصلات مبشورين كبار ومتصفيين من الميه، وتوابل ملح وفلفل اسود، توم وبصل بودر، بهارات حواوشي او 7 بهارات، معلقه قرفه صغيره، نص معلقه كزبره، وطبعا معلقه ملح ممسوحه، ولو احتجت ملح حط تاني. دي بقى الليه ديت لو اللحمه بتاعتك 400 جرام يبقى لحمه، والمفروض 100 جرام دسم. طبعا لو عندك لحمه مفرومه عاديه ما فيهاش دسم يعني هتحطي زي كده ايه ليه او سمنه بلدي او دهن على ليه اللي عندك، بس اهم حاجه التكه دي بتخلي الحواوشي طعمه دسم كده وجميل جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب البصل بشرينه وصفينه ميه. عايزه اقول لكم التكه دي مهمه جدا. ليه بقى مهمه؟ اولا كميه البصل طلعي بص كوبايه ميه قد ايه. الميه دي لو فضلت تنزليها كده شويه يا ماما. ايه الميه دي لو فضلت في البصل بجد هتبوظه، هتخليه بوش تماما من العيش، هتخليه بايش خالص. والعيش اول ما تحطي الحواوشي فيه هيبقى هيبوش. لكن بصي بنطلع طبعا دي كنز، احنا دي ما بتترميش، دي بقى بنتبل فيها بيها الكبده، بنتبل بيها البانيه، بنشيلها زي ما هي كده ونحطها في كيس في الفريزر حبه على قد الاكله اللي انت بتعمليها وبس كده. وبعدين بقى ايه لما تيجي تعوزيها هتطلعيها. دلوقتي بقى هنجيب البصل. اسمعوا الكلام، اوعى حد يتلخبط في المقادير دي بدل ما تطلع وحشه. لا هتطلع جميله يا روما ان شاء الله. شاء بس الله. كده هنجيب بقى البصل، هنحط عليه كميه اللحمه. طبعا عايزه تقللي البصل، عايزه تكتري، هو ده اللي انت عايزاه اعمليه. طبعا بقى والتوابل كلها اللي عندنا ملح وفلفل اسمر وبهارات بقى حواوشي 7 بهارات، توم وبصل بودر، ومعلقه القرفه الصغيره دي. عايزه اقول لكم بتفرق جدا جدا في طعم اللحمه، شويه خلينا بتبقى جميله. استنى عايزه اقول لكم مش تبقى كتيره ولا حاجه، هي هتدي طعم جامده جدا. اللي هي دي بصراحه حلوه قوي. اللي مش عايز يحط براحته، بس عايزه اقول لكم تفرق. هنقعد بقى نعجن البصل. عايزين بصوا البصل واللحمه حاجه واحده. طبعا لو عندنا كبه هنعمل كله في الكبه، بس انا بحب ابشر البصل الاول وبعد كده اعمله. بس انا عشان الكبه بتاعتي بايظه يعني، فانا عملته ببشر البصل وفي الاخر باخد نفس النتيجه. ببشر واقعد بقى ايه، بص بقى ايه عجن كده. عايزه اللحمه والبصل والتوابل والليه وكل ده حاجه واحده مع بعضه. هنقعد بقى نعمله لغايه ما ايه هنلاقيها في الاخر. هوريكم بصوا النتيجه عامله ازاي لسه. طبعا في النتيجه دي لو عندك كبه تحطيهم في الكبه وتعمليهم. عايزه برضو تعملي البصل وتاخدي وانت بتفرمي اللحمه عند الجزار برضو مفيش مشكله، بس انا عشان كانت اللحمه عندي في البيت فبعملها بالطريقه دي. هروح بقى اعجنها واوريكم بقى هتبقى عامله ازاي اللحمه البصل بكل حاجه واحده. ما ينسوش يا ماما يحطوا ايه؟ لا تنسوش بقى اللايك ومرام وتشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي احنا ان شاء الله هننزلها لكم، ومش هنبطل ان شاء الله فيديوهات. يلا نرجع لكم بقى بعد ما ماما تخلص. دلوقتي بقى ايه خلصنا الحواوشي. بص عايزه اقول لكم خلصت الكميه كلها. بجد الحواوشي من الحاجات الموفره جدا، السهله البسيطه اللي بنعملها في يوم اجازه، في يوم احنا قاعدين وعايزين نعمل حاجه سريعه، اللحمه والبصل وعلى طول في الفرن. انا بقى دلوقتي طريقه التسويه دي مهمه جدا. انا كده جبت وعملت السمنه زي ما اوريكم في الاول ودهنتها. ودي بقى جبت بقى عايزه اجيب صينيه دي بتاعه البوتاجاز، جبتها ودهنتها حبه سمنه بسيط جدا يعني، بص حبه صغيرين قوي، وهرص فيها الحواوشي وهدخلها الفرن. عايزه بقى تعمليها من فوق براحتك، عايزه تعمليها في الفرن زي، بس انا بعمله في الفرن بيطلع مقرمش وجميل. وهوريهولكم بقى سهل قوي. كميه كبيره نص كيلو عمل لي كميه كبيره قوي. هروح بقى ادخله الفرن وبعد ما يطلع اوريكم بقى الجمال والحلويات بتاعتنا النهارده الحواوشي الجامد جدا. عايزه اقول لكم بقى الحواوشي بتاعي جامد طلع بقى، وعايزه اقول لكم طعمه لذيذ وجامد جدا. جربوه بقى بطريقه السهله البسيطه، مش محتاجه اي حاجه مع الطحينه. عايزه اقول لكم الطعم جامد بس كده. والنهارده الحواوشي بتاعي كان سهل وبسيط ومش محتاج اي حاجه. بصوا بقى الشكل بتاعه. طبعا كل واحد يعمله بقى بالطريقه اللي هو عايزها. بصوا حلو قوي. طبعا سخن بقى. تسلم ايدك يا ماما. تسلمي يا روما. بصوا كان حلو قوي. بصوا عايزين بقى طري تحطوه في حله وتغطوه، عايزينه ناشف ومقرمش ما تحطوش في حله. بصوا كان جميل قوي. بصوا تسلمي يا ديده. بس كده. والنهارده الحواوشي بتاعي بقى الجامد.